أهلا بكم في غوص جديد. اليوم نتناول سؤال يلمس حياة الكثيرين منا. ليش أحيانا نلاقي في حياتنا أشخاص مؤذيين أو علاقات صعبة تبدو كأنها ابتلاء؟ المادة اللي بين إيدينا اليوم تحاول تفكك هالموضوع من منظور إيماني وأخلاقي، فنبغى نفهم الحكمة وكيف ممكن نتعامل. صحيح. والنقطة الجوهرية في التحليل هي إنها التجارب مش مجرد حظ سيء أو صدفة، لا، هي تندرج تحت مفهوم الفتنة في المنظور الإسلامي. فتنة؟ نعم، فتنة بمعنى اختبار. الدنيا كلها دار اختبار أصلا، والفتنة هنا زي صهر الذهب بالنار، تكشف الجوهر الأصيل للشخص وتنقيه. هي عملية كشف اللي بداخلنا. هذا تغيير كبير في النظرة للموضوع. يعني بدل ما نحس أننا ضحايا لظرف سيء نشوفها كاختبار له هدف. طيب هل القرآن يدعم هالفهم بشكل مباشر؟ المادة تشير لهذا. نعم، وبشكل واضح جدا. التحليل يشير لآيات قرآنية تصف حتى الأموال والأولاد بأنهم فتنة، اختبارا والأوضح من كذا فيه آية تحذر المؤمنين وتقول: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. عدو؟ كلمة قورية صراحة. صحيح، كلمة قوية، بس العداوة هنا مش بالضرورة بمعنى الخصومة المادية أو الكره الظاهر. قد تكون إنهم يشكلوا عائق للشخص عن طاعة الله، أو يدفعوا لشيء يخالف مبادئه الدينية، فالعلاقة نفسها تصير ساحة اختبار للولاء الأهم، الولاء لله. فهمت. يعني حتى أقرب الناس ممكن يكونوا جزء من هذا الاختبار الإيماني. طيب هل في أمثلة من التاريخ أو قصص الأنبياء توضح الفكرة أكثر؟ أكيد، والمادة اللي معانا فيها أمثلة مؤثرة جدا. عندك مثلا قصة أيوب عليه السلام. معاناته ما كانت بس مرض جسدي، لا، امتدت لأذى نفسي عميق من كلام الناس حواليه، ظنونهم السيئة فيه. هذا زاد ألم وعزلة. فعلا الأذى النفسي قد يكون أقسى أحيانا. بالضبط. وعندنا كمان النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ابتلي بعداوة شديدة من مين؟ من عمه أبو لهب، اللي كان من أقرب الناس له قبل الإسلام. الفكرة هنا إن رابطة الإيمان، رابطة الدين، هي الأقوى والأبقى في ميزان الاختبار هذا، فوق أي رابطة دم أو قرابة. تمام، إذن هي فتنة واختبار وتمحيص مثل ما وصفت. طيب لو نظرنا للتجارب هذه كلها، إيش الحكمة الأساسية اللي ممكن نستخلص الفرق العملية من المرور بعلاقات صعبة زي هذه؟ التحليل يركز على 3 حكم رئيسية، وكأنها تعيد تعريف المعاناة نفسها. أولا، الألم والمعاناة من الأذى مش بالضرورة عقاب، ممكن تكون تطهير وترقية، فرصة لتكفير بعض الذنوب ورفع إلى المنزلة عند الله. زي ما قلنا، مثل صهر المعدن اللي يصير أنقى. تطهير وترقية، جميل. ثانيا، لما يجي الخذلان من الناس القريبين، هذا يدفع القلب دفعا لتحقيق التوكل الخالص على الله وحده، الاعتماد الكلي على الخالق، وهذا هو جوهر الإيمان الصحيح. نقطة مهمة فعلا، الاعتماد على الله وحده. وثالثا، التجارب هذه روم كسوتها تبني عنا ما يشبه الدرع النفسي والمناعة الروحية. نتعلم كيف نميز بين الناس، كيف نحط حدود صحية، كيف نحمي أنفسنا من الأذى المستمر أو الاستغلال. طيب هذا يقودنا لنقطة عملية جدا ومهمة. هل فهم الحكمة هذه إن الواحد لازم يتحمل الأذى ويسكت؟ اصبر صبر سلبي وخلاص؟ لا، أبدا. المادة هنا تؤكد على وجود توازن نقيق جدا في النظرة الإسلامية، توازن بين واجب صلة الرحم خصوصا مع الأقارب قدر الإمكان، وبين حق الإنسان الأساسي في حماية نفسه وكرامته من أي ضرر. وكيف يتحقق هذا التوازن عمليا؟ المادة تشير لمبدأ انصر أخاك ظالما أو مظلوما. ونصرة الظالم هنا كيف تكون بمنعه وكفه عن ظلمه، هذا فعل إيجابي، فالمنهج المقترح يبدأ أولا بالنصح، بالحوار. إذا ما نفع ممكن يكون في هجر مؤقت، طبعا بضوابط الشرعية المعروفة، أو ممكن تخفيف العلاقة لمجرد تجنب الضرر المستمر. وفي حالات الأذى الشديد أو المستمر ممكن، بل قد يكون واجبا، اللجوء للجهات الرسمية أو المختصة لكف الأذى، فمنع الضرر واجب شرعي أيضا. تمام، إذن الفهم أعمق من مجرد ليش هذا يحصل لي، ينتقل لكيف أتعامل معه بحكمة وبقوة. الهدف مش الاستسلام للأذى، الهدف هو التحرر النفسي والروحي من تأثيره السلبي. بالضبط، هذا هو جوهر الموضوع، إعادة ترتيب للأولويات.
محبة الله وطاعته فوق كل اعتبار، وبعدها تحويل هذه التجربة مهما كانت صعبة لفرصة للنمو الروحي، للتقرب أكثر من الله. وفي الختام، التحليل يتركنا مع سؤال عميق للتأمل: كيف ممكن يتغير تعاملنا مع هذه العلاقات الصعبة إذا نظرنا لها كفرصة لتقوية علاقتنا بالخالق، بدل ما نشوفها كدليل على ضعفنا أو أننا متروكين لوحدنا؟ سؤال يستحق التفكير فعلا.